انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اعمل ريفيو لجولف كار، بس لما تشوفوا الجولف كارز وصلت لفين هتفهموني. الجولف كار ده اسمه جرينتا اوركا، وتعالى اوريكم ليه الجولف كار ده مختلف عن اي جولف كار تاني. العربيه فيها دريكسيون من الكربون فايبر، شاشه ديجيتال فيها كار بلاي واندرويد اوتو، والله زي ما بقول لكم كده، وايرلس تشارجر، 3 كاب هولدرز وستارت ستوب والفتيس من هنا. بس اقول لك حاجه، كل الكلام ده ممكن تلاقيه في جولف كارز تانية. عارف ايه اللي مش موجود؟ ان العربيه فيها جي بي اس. يعني لو ضحكت على الحاج وقلت له انا هاخد الجولف كار الف في الكومباوند وخرجت بره هيجيبك بكل سهوله، ممكن عن طريق الاب يوقف لك العربيه كمان، فاحترم نفسك. مساحات تخزين هنا وهنا تحط فيهم النضاره والمحفظه والكلام ده، وكل ده ساوند بار، يعني ممكن حرفيا تعمل حفله. انوار ال اي دي مش موجوده في النيسان صني، والحته دي عشان لو قدر الله ابنك خبط ما يحصلش اي حاجه. فيها جنط 14 شكله لذيذ جدا، مش زي كرولا اول فئه اللي بتصاب. لو اديت اشاره هتبان عندك في المرايه وهتبان للناس من بره كمان. كراسي جلد بالكامل، كان ناقصها تبقى تسخين وتبريد ومساج بس. ولو معاك شنط وعايز مساحات تخزين، موجود مساحات تخزين هنا وهنا كمان، ده غير 2 كاب هولدرز غير الثلاثه اللي قدام، عشان غالبا اللي هيبقى موجود في العربيه دي يبقى ناس بتشرب ماتشا وبوبا. الانوار الخلفيه برضو ليد وبتنور لما تفرمل، وفيها شبه كتير من ايه؟ ايوه زي ما انت قلت، الميني كوبر. البطاريه من الليثيوم، والشحنه الواحده بتمشيك من 60 ل 70 كيلو. ده غير السمارت كارد اللي معمول له كونكت مع فاين ماي ايفون، عشان دايما مفتاحك ما يضيعش ويفضل معاك. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو صفاصيف، فالجرينتا اوركا دي مش موجوده غير في جولف ستيشن. وكمان هم عاملين لك جيف اواي توت باج، مضارب راكت اكيد عشان الساحل، منطقي جدا، دي عشان النار اللي احنا فيه، ووصلات وباور بانك. ولو عايز القمر دي فهتلاقيها في جولف. انت رايح فين؟ لسه ما خلصتش، اقف. والقمر دي هتلاقيها في جولف ستيشن، ممكن تتواصل معاهم عن طريق واتساب او دي ام، او تيجي اي فرع اليوم في القاهره، في التجمع وزايد، الساحل، في سيشل وامواج ومراسي او الغردقه.